ركزوا معايا يا شباب. الوحدة الأولى بتتكلم عن 4 دروس. أول درس بنتكلم عن آخر حاجة في تانية إعدادي أخدناها، مصر بين المماليك والعثمانيين. فهنعرف المماليك والعثمانيين ومين هيمسك البلد في الآخر. بعد كده هناخد الحملة الفرنسية على مصر، ونبدأ يعني يبقى نعرف إيه أسباب أصلا مجيء الحملة الفرنسية على مصر. بعد كده الشعب يعمل ثورة ويظهر لنا شخصية جديدة اللي هي شخصية محمد علي، هيسيطر على حكم مصر، ونعرف ايه الاعمال بتاعته اللي هيعملها. عندنا اول درس بيتكلم عن مصر بين المماليك والعثمانيين. طيب عايزين نعرف يا مستر، اخر حاجه خدناها في تانية اعدادي ان كان في دوله اسمها المماليك، هي مسيطره على الحكم ومسيطره على العالم الاسلامي، وهيبدا يظهر لنا دوله جديده. عندي 3 دول يا مستر. اول دوله اسمها المماليك والصفويين والعثمانيين، هم دول ابطال حلقتنا النهارده. قال لي يا مستر دولة المماليك كان مركزها مصر والشام والحجاز، مسيطرة على كل دول. الدولة الصفوية اللي هي بلاد فارس اللي هي ايران حاليا. العثمانيين اللي هي تركيا. طيب العاصمة بتاعت المماليك كانت يا مستر القاهرة، يعني هم مسيطرين على ال3 بس العاصمة بتاعتهم كانت في مصر. والصفويين العاصمة بتاعتهم اسمها تبريز، عاصمة الدولة الصفوية والدولة العثمانية. قال يا مستر دولة المماليك في أواخر القرن ال15 بدأت تتدهور اقتصاديا وسياسيا. فعايزين نعرف دولة المماليك ايه أسباب تدهورها اقتصاديا؟ قال لي يا مستر سببين. السبب الأول إن تم اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح اللي كان سنة 1498. الاكتشاف دوت حول طريق التجارة، بدل ما كانت في مصر وبتعدي على مصر والمصريين والمماليك بياخدوا فلوس وبيستفادوا من ده، تحولت إلى حول طريق رأس الرجاء الصالح، فسقطت أو يعني تدهورت الاقتصاد في مصر في أثناء حكم المماليك. 2 دخلوا معركة مع اللي اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح اللي هم البرتغاليين، فدخلوا معاهم معركة بحرية اسمها معركة ديو البحرية 1509، انتهت بتدمير الأسطول المملوكي. فدول كانوا سببين هيخلوا الحياة الاقتصادية في مصر في أثناء المماليك متدهورة. طيب الحياة السياسية برضو كانت متدهورة أيام المماليك. ليه؟ أولا عدم الاستقرار، الصراع والنزاع المستمر على الحكم، والثورات الداخليه اللي المصريين بيعملوها ضد المماليك. طيب كده عرفنا مين هي المماليك وايه الظروف بتاعتها. دخلنا على الدوله الصفويه اللي مؤسسها اسماعيل الصفوي ومركزها بلاد فارس اللي هي ايران حاليا، وعرفنا يعني هنعرف ازاي تم القضاء عليها. الدوله العثمانيه اللي مؤسسها عثمان بن ارطغرل، ولكن بدأ يمسك سلاطين كتير لحد ما وصلنا لأواخر القرن ال15. كان اللي ماسك الدولة العثمانية السلطان سليم الأول، وده نجم الحلقة بتاعتنا النهارده. سليم الأول وقف كده وحلم حلم كبير إن هو عايز يسيطر على كوكب الأرض كله، وكمان عايز يطلع للقمر. طب حلو ده. بدأ يعمل إيه؟ قال لك بس أنا عايز بقى أبدأ أسيطر. فبيبص كده ناحية الغرب، لا أوروبا لقاها متقدمة عنه حضاريا وعسكريا. قال لك لا، فلتوا من المرة دي. بس ناحية الشرق لا دولتين، المماليك والصفويين اللي هو دولة بلاد ايه؟ فارس. طيب قال لي يا مستر سليم الأول يعمل ايه؟ هيبدأ بالدولة الأضعف اللي هي مين؟ الدولة الصفوية. هيدخل معاهم معركة اسمها معركة جلديران. امتى؟ سنة 1514. امتى؟ 1514. نتائج المعركة ايه؟ القضاء على الدولة الصفوية. ودخول عاصمتها تبريز. خلاص خلص من الدولة الصفوية. فاضل لي مين؟ المماليك. تعالى لي. تعمل ايه يا سليمي؟ اول اعمل ايه عشان يعني اعمل ايه عشان اجر شكل المماليك؟ اعمل ايه؟ بس جات لي فكره.
الاستيلاء على إمارة ذي القادر المملوكية، فبادر سليم الأول بالاستيلاء على إمارة ذي القادر المملوكية. ومين اللي وصل له الخبر؟ قائد المماليك اللي قاعد في العاصمة اللي هي مصر، قاعد في العاصمة القاهرة. الحق مين اللي كان قائد المماليك ساعتها؟ السلطان الغوري. الحق يا غوري، الحق يا سلطان. سليم الأول أخذ إمارة ذي القادر المملوكية اللي في الشام اللي هي تبعنا. طب نعمل ايه يا جدعان؟ نعمل ايه؟ بس نطلع نحارب سليم الأول. فيدخل المماليك مع الدولة العثمانية ضد المماليك. مين قائد الدولة العثمانية؟ سليم الأول. طب مين قائد المماليك؟ السلطان الغوري. طب حلو. المعركة نتائجها ايه؟ انتصار سليم الأول والسيطرة على الشام، وأصبحت الشام ولاية عثمانية، واتقتل السلطان الغوري. فطبعا المماليك قاعدين ايه يا جدعان؟ ينفع نعيش من غير قائد، من غير سلطان؟ احنا هنختار واحد. انت، هو انت تومان باي، انت اللي عليك الدور، هتمسك مكان السلطان الغوري. مسك تومان باي من هنا، ما لحقش يتهنى. لا، سليم الاول في السنه اللي بعدها معركه مرج ضابط كانت 1516. في السنه اللي بعدها 1517 معركه الريدانيه. لقينا سليم الاول واخد الجيش بتاعه وطلع على مصر. خير يا عم؟ قال لي انا عايز اسيطر على مصر دي، لان مصر دي هي قلب العالم الاسلامي، ودايما وطبعا من ضمن السيطره بتاعتي والتوسع بتاعي. طب حلو. تطلع على فين؟ تطلع على فين؟ طلع قابل المماليك في العباسيه، في صحراء العباسيه. دارت بينهم معركه اسمها معركه الريدانيه. معركه الريدانيه 1517 سليم الاول، الدوله العثمانيه بقياده سليم الاول والمماليك بقياده تومان باي. النتيجه انهزام المماليك وانتصار سليم الاول وقتل تومان باي، واصبحت مصر ولايه عثمانيه. فهذا يسالني يا مستر، هي ايه الاسباب اللي مخليها المماليك كل شويه تتهزم 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 تتهزم؟ قلت له اولا اول سبب بسبب هزيمه المماليك امام العثمانيين في مرج ضابق والريدانيه مثلا. اول حاجه ان مفيش استقرار في البلد، وفي صراع على الحكم من بين المماليك. اول حاجه. تاني حاجه الدوله العثمانيه نفسها كانت بتحارب باساليب حديثه في القتال واسلحه حديثه. يعني المماليك ماسكين سيف وده ماسك لي رشاش، فاهم انت اللي هو مجنون. المهم، فده كده سبب ان المماليك بيخسروا امام الدوله العثمانيه بقياده سليم الاول. ما النتائج المترتبه على هزيمه المماليك؟ طب ايه النتيجه اللي حصلت بقى لما المماليك عمالين يخسروا 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 يخسروا؟ قال لي اولا تحولت مصر بدل ما كانت دوله مستقله مجرد ولايه عثمانيه. اتنين، تحولت اللي هي قياده العالم السياسيه والدينيه، بدل ما كانت عند المماليك بقت عند الدوله العثمانيه بقياده سليم الاول. طب حلو. واعلن نفسه سليم الاول الحامي على الحرمين الشريفين وجميع رعايا المسلمين، وكمان سيطر على جميع الدول الاسلاميه اللي في اسيا وفي افريقيا. ادي النتائج المترتبه على هزيمه المماليك امام العثمانيين. طب حلو. بعد كده خلاص مصر بقت ولايه عثمانيه. يلا بينا نشوف الحكم العثماني عامل ازاي. مصر كانت اثناء الحكم العثماني عامله ازاي؟ قال يا مستر مبدئيا كده الحكم العثماني قعد 4 قرون متتاليه، 400 سنه ورا بعض بيحكموا بلدنا مصر، والحكم ده كان جامد وراقد. طب ايه يا مستر مش فاهم؟ لا، قال لي النتيجه ان الحكم العثماني اللي كان في مصر جامد وراقد. النتيجه ما النتائج المترتبه؟ اصبحت مصر ولايه معزوله تماما عن التقدم الاوروبي والثقافه الاوروبيه، فمصر بقت معزوله جدا. طيب قال لي يلا بينا بقى نشوف مصر إبان، خلال الحكم العثماني. قال لي هيبقى 4 حاجات يا مستر.
هندرس الحياة السياسية وهندرس الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية وآخر حاجة الحياة الثقافية والفكرية. طب يلا بينا نشوف نظام الحكم أثناء الدولة العثمانية في مصر كان عامل إزاي؟ قال لي يا مستر السلطان العثماني ولا 4 حاجات على الحكم. إيه 4 حاجات دي؟ ولا حاجة اسمها الوالي والديوان والحامية العسكرية وحكام الأقاليم اللي هم المماليك. طب ثانية واحدة يا مستر، واحدة واحدة نعرف مين الوالي ده؟ الوالي ده نائب السلطان في الولاية، يعني هو اللي قاعد مكان السلطان في مصر. حلو، شغلته ايه؟ يجمع الضرائب ويوديها للسلطان العثماني ويقود الجيش أثناء الحرب. طيب الديوان مكون من ايه؟ مكون يا مستر من كبار ضباط الحماية العسكرية، من العلماء، من التجار، من الأعيان، مكون من كل الناس دي. طب مين هي الحماية العسكرية؟ فرقة عسكرية بتحمي الولاية من أي خطر وبتبقى فيه أمن واستقرار في البلد. أيوه أيوه، إيه المشكلة؟ مع عسكرية حامية جيش. طيب نكمل. المفاجأة إن لقينا اللي ماسكين حكام الأقاليم المماليك. يا نهار أبيض، مش المماليك لسه مسيطرين عليهم وخلصناهم وخلصنا؟ قال لك لا، عشان السلطان العثماني عمل ايه؟ قال لك عشان يبقى فيه توازن. يعني ايه توازن؟ يعني ما فيش حد من ال4 دول ينفرد بحكم مصر، كلهم يبقوا قاعدين ايه؟ بيرشدوا على بعض، يا مرشدين يا اولاد. المهم جينا على الحياه الاقتصاديه. اول ما اقول لك اقتصاد تقول لي زراعه، صناعه، تجاره. قال لي يا مستر بقول لك مصر اصبحت مجرد ولايه منعزله عن التقدم والحضاره الاوروبيه، هتبقى عامله ازاي؟ مستر الزراعه في الاول عملوا حاجه اسمها حق الانتفاع. خدوا يا شويه فلاحين هنا، خدوا الارض دي بتاع السلطان العثماني بس انتوا خدوا انتفعوا بيها. فالفلاحين هيزرعوا الارض بس ما لهمش الحق التصرف فيها. طب حلو. في منتصف القرن ال17 لقينا الدوله العثمانيه بدات تضعف، فبداوا يفرضوا ضرائب على المصريين الفلاحين اللي بيزرعوا الارض. بداوا يعملوا ايه؟ نظام اسمه نظام الالتزام او نظام الالزام. طب حلو. وبعدين يا مستر لقينا الريف المصري والفلاح المصري اصبح يعاني معاناه شديده جدا جدا جدا، والريف المصري تدهور جدا جدا جدا. ليه؟ مستر فرض الضرائب الكثيره وتعسف الملتزمين في جمعها. يعني ايه؟ يعني الملتزمين دول كانوا اللي هم الاعيان الاغنياء اللي في البلد، بيجمعوا ضرائب من الفلاحين اللي بيزرعوا الارض، يروحوا يا سميضه يا وحدان عليك ضرائب يا باشا، معيش والله، تعالى الجاموسه دي بتاعتنا تلزمنا. يعني لو ما كانش معاه فلوس كانوا بياخدوا منه اي حاجه مقابل الفلوس بتاعت الضرائب ديت. طب يا باشا مش انتوا خدتوا الفلوس والضرائب؟ اعملوا لنا ترع بقى وبتاع. لا 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 لا. تاني حاجه اهمال الطبقه الحاكمه لكل مشروعات الري، ولا بيحفروا قنوات ولا ترع ولا اي حاجه. يعني انت تاخد مني ضرائب وما بتعمليش اي مشروعات للري. فكان الفلاح المصري في حكم العثماني في مصر يعاني معاناه شديده، فبالتالي الزراعه كانت متدهوره. طب حلو، الزراعه كانت متدهوره، احنا خدنا قاعده الزراعه بايظه فالصناعه بايظه والتجاره خربانه، فروحنا على الصناعه. السلام عليكم. اولا الصناعه متدهوره ليه؟ بسبب تدهور الزراعه. تاني حاجه ارسال امهر الحرفيين الى عاصمه الدوله العثمانيه الى اسيتان، فاصبحت الصناعه في مصر بسيطه رقيقه بدائيه، فتدهورت الصناعه. دخلنا على التجاره، لقينا التجاره نوعين، تجاره داخليه وتجاره خارجيه. انا بقول لك الزراعه تدهورت والصناعه تدهورت، فبالتالي التجاره هتبقى زي الزفت. التجاره الداخليه تدهورت. اولا السبب الاول سبب تدهور الزراعه والصناعه. السبب الثاني الاغارات المتلاحقه
من بدو الصحراء على طرق التجاره الصحراويه ديت. فالسببين دول خلوا التجاره الداخليه تدهورت. جينا نبص على التجاره الخارجيه. يعني ايه تجاره خارجيه؟ يعني يا مستر بنبيع ونشتري مع الدول الثانيه. فلقينا التجاره الخارجيه كمان تدهورت. عارف بسبب ايه؟ بسبب اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح. فبقى تحول التجاره من الشرق للغرب عن طريق راس الرجاء الصالح فتدهورت. وكمان اعطاء امتيازات اجنبيه للدول الاوروبيه، واحنا المصريين ملناش امتيازات. خد انت تدفع ضرائب، انت من انجلترا صح؟ لا ما تدفعش. فرنسا ما تدفعش. انتوا اوروبيين ما تدفعوش. انتوا يا كلاب يا فلاحين يا مصريين تدفعوا انتوا. فعملوا الامتيازات ديت، فده كان سبب في تدهور التجاره الخارجيه. فالاقتصاد كله كان بايظ. الحياه الاقتصاديه اللي هي زراعه صناعه تجاره تدهورت. طب وبعدين الحياه الاجتماعيه، المجتمع المصري اثناء الحكم العثماني لما مصر كانت ولايه عثمانيه كان عامل ازاي؟ قال يا مستر كان طبقتين، طبقه حكام وطبقه محكومين، والمحكومين دي اتنين. طيب مين هم الحكام يا مستر؟ قال لي الاتراك اللي هم العثمانيين بالاضافه الى المماليك. طيب وكمان جينا نبص على المحكومين بقى اللي زينا كده. في ناس اغنياء تجار علماء دول المحكومين، وفي ناس كحيانه الفلاحين الفقراء. كل دول كانوا طبقتين، طبقه وسطى العلماء والتجار محكومين، وطبقه دنيا فلاحين والفقراء، ودول كانوا اكتر ناس وكان تنتشر ما بينهم الفقر والجوع والمرض. جينا نبص على الحياه الفكريه والحياه الثقافيه. قال لك تدهورت في سؤالين، سؤال بما تفسر وسؤال ما النتائج. بما تفسر تدهورت الحياه الفكريه والادبيه. قال يا مستر بسبب العزله التي عملها، او يعني بسبب العزله التي تسبب فيها العثمانيين على مصر او فرضها العثمانيين على مصر. طب حلو، ما النتائج المترتبه على تدهور الحياه الفكريه والادبيه؟ اولا اهتزاز مكانه الازهر. ليه؟ لانه كان بيهتم بالعلوم الشرعيه فقط، الفقه والحديث والسيره، علوم الدين، وترك واهمل العلوم الطبيعيه وعلوم الرياضيه زي الطب والكيمياء والهندسه والفلسفه والرياضه، اهمل دول كلهم. فاهتزت مكانه الازهر بين المصريين. تاني حاجه، تاني نتيجه تدهور الحياه الادبيه والفنيه، ولا بقى في كتاب بيكتبوا ولا اي نيل. تالت حاجه انتشار الجهل والدجل والشعوذه. ومن هنا انتهى الدرس الاول. دوس على يساوي، ما تدوس على الاحمر على يساوي. مستر في الحياه السياسيه نسينا نقول حاجه. لما نظام الحكم دوت الوالي والديوان والحمايه العسكريه وحكام الاقاليم، قال لك حمل نظام الحكم العثماني في مصر في ثنايا عوامل ضعف. ليه يا مستر؟ بسبب اولا قصر مده الوالي، بعد كانت من سنه ل3 سنين، فالوالي كان بيجي يقعد يلم اكبر عدد من الفلوس وينفض للحكم. اتنين، ان الديوان والحمايه العسكريه بقى هم اللي لهم السلطه على مصر، فتدهورت الحياه السياسيه في مصر. فتطلع احد البكوات المماليك في الاستقلال وعمل حركه استقلاليه في مصر. مين ده؟ علي بيك الكبير. علي بيك الكبير كان احد بكوات المماليك بالفعل. في 1768 قدر يسيطر على مصر والحجاز وجنوب الشام لما تحالف مع الشيخ ظاهر العمر حاكم جنوب الشام. طب حلو، راح للنائب بتاعه محمد بيك ابو الدهب. راح فين؟ محمد بيك ابو الدهب، انت دراع اليمين، انت النائب بتاعي، كده فاضل لنا شمال الشام ونرجع المماليك زي ما كانوا. محمد بيك ابو الدهب طلع لشمال الشام عشان يسيطر عليها. قابل مين هناك؟ السلطان العثماني. يا حماده يا حبيبي، يا حماده بقول لك ايه، عندي ليك ديل. احنا هنشيل علي بيك الكبير ده ونعين ولي عثماني تاني وتبقى انت نائب الولي العثماني الجديد. قال له ايه ده؟ طب ما انا نائب علي بيك الكبير. قال له يا عم تعالى اقول لك عرض تاني، احنا نشيل علي بيك الكبير ده وانت تمسك مكانه. قال له هي دي الاتفاقات يا ريس. فايه اللي حصل؟ تحالف محمد بيك ابو الدهب الخاين مع السلطان العثماني
ضد علي بيك الكبير. النتيجة فشل حركة علي بيك الكبير الاستقلالية. 2. عودة مصر ولاية عثمانية مرة أخرى تحت قيادة شيخ البلد الخاين محمد بيك أبو الدهب. طيب بعد كده هنرجع لنهاية الدرس، هنبدأ سنة 1798. لقينا في دول ظهرت معانا، دولة زي فرنسا ودولة زي انجلترا وبريطانيا. كان في بينهم تنافس استعماري كبير جدا جدا جدا. فرنسا كانت مسيطرة على الهند، كانت ولاية ليه، فجت انجلترا سيطرت على الهند واخدتها منها. فالفرنسيين قاعدين في فرنسا عمالين يقولوا ازاي بريطانيا اخذت المستعمره بتاعتنا في الهند، احنا لازم نشوف حل. في اللحظه ديت اتصل بيهم القنصل الفرنسي في مصر، يا اخوانا يا جدعان الدنيا خربانه هنا، ابعتوا حمله تيجي تسيطر على مصر عشان الدنيا خربانه في مصر اليومين دول قوي قوي قوي. وبالفعل اجتمعت الحكومه الفرنسيه وبصت لنابليون بونابرت كده، هو انت اللي هتروح تعمل لنا ولايه جديده موجوده في مصر؟ فبيقول لك ان الحمله الفرنسيه على مصر دي جزء من التنافس الاستعماري بين فرنسا وانجلترا. طيب قال لي يا مستر فرنسا انت عامله الحمله الفرنسيه ليه؟ بما تفسر ايه اسباب الحمله الفرنسيه؟ مستر اولا لتعويض فقد مستعمرات اللي في الهند اللي بريطانيا خدتها. ثانيا واعمل مستعمره في الشرق ايه قاعدتها مصر. ثانيا عشان اقطع الطريق على انجلترا ومستعمرتها في الهند. يلا بقى. طيب مين اللي هيعمل حمله عندك يا فرنسا؟ قالوا لي احنا اخترنا نابليون بونابرت هو اللي يعمل الحمله الفرنسيه. طب حلو، نابليون محتاج ايه عشان تعمل حمله على مصر؟ قال لهم والله يا جماعه انا محتاج جيش قوي. قالوا له ما طبيعي يا ابني ما انت رايح تحارب. قال لهم اصبروا بس انا عايز شويه علماء معايا في مختلف المجالات. خير يا اسطى عايز ايه؟ قال لي لا مش انتوا عايزين تعملوا مستعمره في الشرق قاعدتها مصر؟ فانا هاخد شويه علماء يدرسوا لي كل احوال مصر في كل مناحي الحياه عشان اقدر استغل مصر دي احسن استغلال. طب حلو ماشي يا سيدي، يعني اقتنعنا نبعت لك شويه علماء. وعايز مطبعتين، شغل العيال الصغيره دي بقى. مطبعتين ليه يا ابني؟ عايز طبعه ليه؟ قال لي عايز طبعه فرنسيه عشان اطبع منشورات للفرنسيين، وطبعه عربيه عشان اطبع منشورات للمصريين اللي في مصر الفلاحين دول. طيب قال لي يا مستر الحمله الفرنسيه هتطلع من ميناء طولون سرا. ليه بقى؟ لان في الوقت دوت كان الاسطول الانجليزي اقوى اسطول في العالم. وبالفعل الحمله الفرنسيه طلعت من ميناء طولون سرا. في الوقت ده في خبر جه للانجليز ان الفرنسيين طلعوا بحمله بس مش عارفين هي فين، هي راحت فين مش عارفين، بس جالهم خبر ان الاسطول الفرنسي اتحرك. فالاسطول الانجليزي قعد يدور على الاسطول الفرنسي. خلاص احنا دلوقتي الانجليز بيدوروا علينا، احنا بقى طلعنا من كريت سرا الحمله الفرنسيه من طولون على كريت، هوبا دخلت اسكندريه. مين اللي استقبلوا الحمله الفرنسيه؟ اول ناس المصريين اللي هم الاسكندرانيين بقياده محمد كريم. الاسكندرانيين وقفوا وقفه رجاله، بس للاسف الحمله كانت اقوى منهم فقدروا يسيطروا على اسكندريه وقفشوا محمد كريم، اعتقلوه وقتلوه في شهر 9 سنه 1798 رميا بالرصاص. طب حلو ده. وبعدين المماليك سمعوا ان الحمله الفرنسيه جت لمصر فطلعوا من القاهره هيقابلوا الحمله الفرنسيه فين؟ في البحيره، ويدخلوا معاهم معركه اسمها معركه شبرخيت في البحيره سنه 1798 في شهر 7 شهر يوليو. دخلوا وسع يلا لقينا الفرنسيين هزموا المماليك في معركه شبرخيت. النتيجه رجوع وتقهقر الجيوش المملوكيه الى القاهره وربطوا عند امبابه. الفرنسيين يسكتوا؟ لا، راحوا لهم على القاهره. هيخشوا معاهم معركه تانية اسمها معركه امبابه.
في نفس الشهر 1798 شهر 7. النتيجة انتصار الفرنسيين على المماليك وهروب مراد بيك إلى الصعيد، وإبراهيم بيك أخذ الوالي العثماني وطلع على الشام. فهنا بقى في فراغ سياسي في مصر. طب حلو، خلاص نابليون انتصر عليهم وداخل القاهرة. يا رجالة سيطرنا على مصر، يلا بقية الجيش يطلع يسيطر لي على باقي أجزاء مصر، على الصعيد وكله. فجأة الحق نابليون، الأسطول الإنجليزي وصل في اسكندرية عند أبو قير، وهيخشوا مع الأسطول بتاعنا معركة أبو قير البحرية. الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون ضد الأسطول الفرنسي. نيلسون ده كان غشيم ما بيتفهمش، دخل طخ ولع في الأسطول الفرنسي كله وسيطر على ساحل البحر المتوسط كله. النتيجة ايه يا مستر؟ النتيجة ايه؟ القضاء على آمال فرنسا في السيطرة على ساحل البحر المتوسط. 2 تدمير الأسطول الفرنسي تماما، ولع فيه. 3 شعور الجنود الفرنسيين انهم محاصرون في مصر، يا ماما تعالي روحيني. 4 توقف حركة التجارة في البحر المتوسط. طيب ده كده أبو قير البحرية. في الفترة ديت كان نابليون بعت الجيش بتاعه يسيطر على باقي أنحاء مصر. راحوا لمين؟ للصعايدة. يا أبو عمو احنا رجالة ولا؟ راح للصعايدة. لقينا أهالي الصعيد عملوا حروب المناوشات والمعارك المتفرقة مع الجيش الفرنسي، فأرهقوا الحملة الفرنسية وكبدوهم الخسائر. طب يا مستر ايه السبب؟ بسبب الكشوف الجغرافية، بسبب طول وادي النيل، فيقدروا يعملوا معاهم معارك انتش وجه. طب النتيجة، ما النتائج المترتبة على ذلك؟ تعاظم شعور الوطن عند المصريين. هوبا فجأة يلا نعمل ثورة القاهرة الأولى. خير يا عم. نابليون بونابرت لما الامدادات اتقطعت من فرنسا، لما الاسطول الانجليزي سيطر على دمر الاسطول الفرنسي بتاعه، بدأ يفرض ضرائب على المصريين. وطبعا النور قطع، فاحنا كشفتنا ويلا نكمل حصتنا. يلا بينا. اخر حاجه وصلنا لها ان المصريين هيعملوا ثوره القاهره الاولى على نابليون. الثوره دي بتعمل ايه؟ قال لي يا مستر سببها ان نابليون بونابرت بدأ يفرض ضرائب كتير على المصريين يا مستر، والجنود بتوعه بدأوا يخشوا البيوت ويفتشوها وياخدوا الاموال، وبدأوا يخشوا يهدموا ابواب الحارات علشان ان هناك بيحاربوا المقاومه، وكمان بدأوا يعملوا يا مستر مشاكل كتير. طب حلو، الثوره حصلت ودارت الثوره وبدأ الاحداث. ايه اللي حصل؟ قتلوا حاكم القاهره اللي اسمه دبوي، كان نابليون معينه على القاهره فاتقتل. فنابليون بونابرت دخل الجامع الازهر بالخيول. طب حلو، ايه اللي حصل؟ قال لك النتائج اخماد الثوره وقتل عدد كبير جدا من الاهالي والثوار، وفرض الضرائب على العلماء والتجار، وكمان بدأ يحصن القاهره. طيب نابليون بونابرت لما قعد يحصن القاهره عشان الاسطول الانجليزي واقف في البحر المتوسط، هيبدا يحصل ايه؟ لقينا الدوله العثمانيه بتتفق مع روسيا ومع انجلترا، يلا يا اخوانا عايزين نطلع الحمله الفرنسيه من مصر. فالسبب دوت لقينا نابليون بونابرت هيعمل الحمله على الشام. ليه يا نابليون؟ قال لي اولا لان الدوله العثمانيه وروسيا وانجلترا اتفقوا علينا هيبعتوا لنا حملتين، حمله بحريه جايه من جزيره رودس، وحمله بريه جايه من الشام. فنابليون لما سمع كده قال لك احنا هنستناهم يجوا لنا مصر، احنا نطلع نقابل الحمله اللي جايه من الشام البريه، وفي نفس الوقت بتاعت رودس طلعت في البحر خلاص. طيب ايه اللي حصل؟ نابليون بونابرت هيطلع عشان يقابل الحمله البريه اللي جايه من الشام اللي هو الجيش العثماني.
طلع نابليون بونابرت هيعدي على اربع مناطق. عدى على العريش سيطر عليها وخدها، عدى على غزه سيطر عليها وخدها، عدى على منطقه اسمها يافا. المنطقه ديت راح اول ما دخل امن اهلها على ارواحهم وانفسهم وكل حاجه، ولكن يا مستر نابليون شك فيهم فرجع قتل جميع الحاميه العسكريه اللي موجوده في مدينه يافا، وعمل حاجه اسمها مذبحه يافا البشريه. ما النتائج على يافا؟ استبسال اهل عكا المدينه اللي بعديها، والسيطره ايه؟ وقفوا بصمود للدفاع عن مدينتهم. طيب نابليون بونابرت طلع بعد يافا على مدينه عكا، راح على عكا، لا فشل نابليون بونابرت في دخول مدينه عكا. بما تفسر لماذا؟ بسبب استبسال اهالي مدينه عكا بقياده احمد باشا جزار، بالاضافه الى ان الاسطول الانجليزي اللي واقف في البحر المتوسط كان بيدي مؤن وذخائر لمدينه عكا، وبالتالي نابليون بونابرت فشل في دخول عكا ورجع الى مصر مره اخرى، وفشل في ان هو يروح للشام. طب حلو، وهو راجع لمصر خلاص رجع لقى ان الدول الاوروبيه تحالفت على فرنسا، فنابليون بونابرت قبل ما يمشي هيعمل معركه اسمها معركه ابو قير البريه. ايه اللي حصل؟ الاسطول بتاع رودس اللي طلع وصل دلوقتي، فدخلت الاسطول العثماني ابو قير البريه مع مين ومين؟ الاسطول العثماني والعثمانيين والفرنسيين. دخلوا المعركه بتاعت ابو قير البريه، انتصار الفرنسيين على العثمانيين، ولكن بعد ما انتصروا نابليون بونابرت هيسيب مصر سرا. ليه يا نابليون؟ اصل حس بخطوره كبيره جدا ان الشعب الفرنسي كل الاوروبيين هيتحالفوا ضد فرنسا، فرجع الى فرنسا سريعا. بعد ما نابليون مشي طبعا مش هيسيبوا الحمله كده، لازم يبقى في قائد يمسك الحمله. ايه اللي حصل؟ السلام عليكم. جاب لهم واحد اسمه كليبر، ولا طايق نفسه ولا طايق اللي حواليه ولا طايق اي حد. ايه يا عم؟ مالك يا عم كليبر؟ انا اصلا من انصار جلاء قوات الحمله الفرنسيه من مصر. ليه يا حاج؟ قال لي بص يا سيدي انا هقول لك. اولا ان الجيش بتاعنا والحمله بتاعتنا دخلت في معارك كتير، فالجيش بدا يقل وعساكر كتير بدات تموت. ثانيا الدوله العثمانيه تاني هتبعت حملتين تاني في دمياط ورشيد، وكمان المماليك رجعوا يعملوا مقاومه ضدنا من تاني، والشعب المصري بيعمل ثورات ضدنا. فعشان كده انا عايز ايه؟ جلاء الحمله الفرنسيه من مصر. بس تعمل ايه يا كليبر؟ تعمل ايه بس؟ انا عارف ان السلطان العثماني هيموت ويجي ياخد مصر تاني. طب تعمل ايه؟ هتفق مع السلطان العثماني. اديني يا ابني التليفون. الو يا سلطان العثماني، معاك كليبر يا حبيبي. كليبر خير، انا طبعا عارف ان انت عايز تاخد مصر عشان تبقى ولايه عثمانيه بتاعتك كده كده، وانا الصراحه مش طايق مصر ولا المصريين، انا عايز ارجع تاني الى فرنسا. طيب يلا نعمل ديل، يلا نعمل اتفاقيه اسمها اتفاقيه العريش 1800. قال له يلا بينا. طب تيجي لي فين؟ مصر. قال له لا. طب هي اجي لك؟ لا احنا نقعد في العريش ونعمل اتفاقيه العريش. الاتفاقيه بتقول اسبابها ان كليبر ادرك استحاله بقاء الحمله الفرنسيه في مصر. طب شروطها احنا هنخرج من مصر بس على نفقه الدوله العثمانيه، معلش اصل الاسطول الفرنسي بتاعنا اتدمر. فيلا يا جماعه نقرا الفاتحه. لسه يقروا الفاتحه الحكومه الانجليزيه رفضت انجلترا او رفضت بريطانيا الاتفاقيه بتاعت العريش ديت، وقالت لكليبر يا تخرجوا اسرى حرب يا ما فيش خروج من مصر. كليبر طبعا قال له انت عبيط، ده احنا فرنسيين مش خارجين من مصر. ساعتها لما كليبر اتفق مع السلطان العثماني قال له يا عم عشان اوريك ان انا حسن نيتي هات شويه عساكر قعدهم عندي في القاهره من الدوله العثمانيه. بالفعل قعدهم، فلما قعدهم لما الاتفاقيه فشلت طرد الحاميه العسكريه بتاعت الدوله العثمانيه دي من القاهره لحد ما رجعت ايه؟ الى الشام مره اخرى. طيب بعد ما كليبر فشل في الاتفاقيه، لقينا المصريين هيعملوا ثوره القاهره الثانيه. مين يا عم؟ لقينا ثوره القاهره الثانيه. المره اللي فاتت الاولى كانت في الازهر، لا المره دي كان مركزها حي بولاق بقياده واحد اسمه عمر مكرم نقيب الاشراف. عملوا الثوره ولكن
الحملة الفرنسية أخمدت ثورة القاهرة الثانية وفرضوا ضرائب كتير على العلماء وعلى التجار. كليبر بعد ما الثورة اتعملت وأخمدها ودمر حي بولاق كاملا، عمل إيه؟ لقينا واحد ذكر، واحد رجولة من سوريا اسمه سليمان الحلبي. عملت ايه يا عم سليمان الحلبي؟ قال لي يا مستر انا قتلت كليبر وخلصتكم من كليبر خالص. طبعا الفرنسيين ينفع يقعدوا من غير قائد؟ لا، لازم نختار قائد. مين؟ لقينا قائد جاي. السلام عليكم، ازيكم يا مصريين؟ حبايبي والله، حبايبي انا فين؟ فكك من كليبر الكئيب ده، انا راجل فرفوش خالص وجاي هنا عايز اعمل مستعمره كبيره لفرنسا في مصر، وان شاء الله هنظبط الدنيا. يلا يا ابني اعمل لي اصلاحات في الزراعه والصناعه والتجاره وكله في القضاء، اعمل لي اصلاحات. يلا يا ابني تعالى هات الزرع كده، وانت هات اللوحه دي كده، وانت نور النور اللي مطفي ده. المهم يعني لسه عمال بقى ايه يرتب ويعمل ويظبط. لا، انجلترا اتفقت مع الدولة العثمانية وبعتوا لهم حملات تانية في شهر 2 1801. فرنسيين قعدوا كده، خلاص يا باشا بقاش فينا حيل نحارب، والله رجعونا لبلدنا بقى، عايزين نروح جسويد ملض، انا تعبان. بالفعل استسلمت الحملة الفرنسية وخرجت بره مصر. ستوب. قال لي يا مستر الحملة الفرنسية في الثلاث الاربع سنين اللي عادتهم دول عملت نتائج رهيبة جدا. نتائج سياسية، نتائج اقتصادية، نتائج علمية، نتائج اجتماعية. طب يلا يا مستر نشوف النتائج السياسية. اولا الحملة الفرنسية ديت هي اللي ادت الى تعاظم الروح الوطنية والروح القومية عند المصريين، وده اللي هنعرفه في الدرس الجاي، ان المصريين هم اللي يختاروا رئيس البلد بتاعتهم. 2 لفت انظار اوروبا على الموقع مصر الجغرافي المتميز، خاصة انجلترا. 3 نابليون لما كان موجود عمل دواوين ومجالس زي مجلس القاهرة وديوان القاهرة وديوان الأقاليم عشان يعلم فيه المصريين المشورة ويعلمهم ان هم ازاي يبقوا عندهم رأي ومشورة ومجلس شعب وكده. طيب دي النتائج السياسية. النتائج الاقتصادية ان طوروا الزراعة جدا وادخلوا محاصيل جديدة. النتائج الاقتصادية ان هم عملوا مصانع زي النسيج، مصانع حروف الطباعة، مصانع الدماغة. النتائج السياسية ان هم عملوا تجارة خارجية، بس فين؟ البحر الاحمر ودارفور والسودان واثيوبيا. عارف ليه؟ عشان البحر المتوسط الاسطول الانجليزي قاعد هناك. طيب النتائج العلمية، فاكر العلماء اللي نابليون جابهم وهو جاي؟ عملوا لنا نتائج علمية خرافية. اولا درسوا حفر قناة جديدة تربط بين البحر الاحمر وبين البحر المتوسط اللي هي قناة السويس، بس نابليون رفض. 2 عملوا المجمع العلمي في مصر. 3 عملوا كتاب اسمه كتاب وصف مصر. 4 في عالم اسمه شامبليون، عالم فرنسي، اكتشف حجر رشيد وفك طلاسم اللغة المصرية القديمة، وده عرفنا على التاريخ المصري. النتائج الاجتماعية عملوا محاجر صحية في القاهرة وجميع الأقاليم، وبكده انتهت الحملة الفرنسية على مصر. من 1801 ل 1805 حصل ثورات كتير وحصل مشاكل كتير بسبب ان في صراع على 3 قوى عشان يمسكوا مصر. مين؟ المماليك، الدولة العثمانية وانجلترا. كل دوت عمل ايه؟ عمل فوضى في مصر من 1801 لحد 1804. ليه؟ لأن في الآخر استقر حكم مصر إن هي بقت ولاية عثمانية مرة أخرى، واتفقت مع إنجلترا إن هي تعمل لها اللي هي عايزاه. طب حلو، إيه اللي حصل؟ قال لي يا مستر العثمانيين فرضوا ضرايب وإتاوات على المصريين، فعملوا ثورة ضدهم، ثورة الشعب المصري في مارس 1804. هيظهر لنا البابا محمد علي. محمد علي كان ضابط في الجيش العثماني. محمد علي من دولة اليونان. محمد علي من مدينة اسمها قولة في شمال اليونان. محمد علي كان قائد على فرقة عسكرية. خشي أن تصيب الثورة الجيش بتاعه. فأول حاجة جاهر محمد علي بانضمامه للثورة والعلماء.
ووقف مع الاهالي الساقطين وتعهد لهم ان هو يطلب من السلطان العثماني ان يشيل من عليهم الضرايب. فالمصريين بصوا لمحمد علي كده، الراجل الجميل الجامد ده، الراجل ده شكله طمعان فينا ولا ايه؟ يا مصريين يا مصريين، انا مش عايز امسك الحكم، انا بقترح لكم خورشيد باشا واللي يمسك. فطلبوا من السلطان العثماني، فالسلطان العثماني عين خورشيد باشا. خورشيد باشا جه ما قدرش يسيطر على البلد ولا قدر يعمل اي حاجه. ايه اللي حصل؟ المصريين قاموا عليه ثوره وشالوا خورشيد باشا، واجتمع زعماء الشعب في بيت القاضي في دار المحكمه 13 مايو 1805، والشعب هو اللي اختار محمد علي واليا على مصر. فالاخبار راحت للسلطان العثماني. ازاي يعني؟ ازاي شعب حته ولايه عندي يختاروا سلطان كده والي كده عليهم من غير ما يرجعوا لي؟ فرمان خير الراجل ده يتطور ولا ايه؟ عزل خورشيد باشا وتوليه محمد علي على حكم مصر. تعبيط يا اسطى. محمد علي مسك حكم مصر وخلاص هيبدا يحكم البلد، بس لما مسك الزعامه الشعبيه اخذت عليه العهود والمواثيق ان يحكم بالعدل والا يبرم امرا الا بمشورتهم. طب حلو ده. اللي حصل قال لي يا مستر محمد علي مسك حكم مصر ووافق على كلامهم، بس هيقابله 4 مشاكل عشان ينفرد بحكم مصر كاملا. اولا لقينا بريطانيا بعتت للسلطان العثماني ان هو يشيل محمد علي ويجيب اي ولي عثماني اخر، او يجيبوا محمد بيك الالفي الكلب بتاعهم عشان يطمنوا على مصالحهم الاقتصاديه في المنطقه. فالسلطان العثماني بعت اسطول مع ولي جديد. الاسطول اللي معاه الولي الجديد دوت راح لمحمد علي قال له خد ده فرمان بيقول ان انت تسلم الولايه وهيتم نقلك الى ولايه سالونيك في مقدونيا. محمد علي راح للمصريين، الحقيقه مصريين ده عايزين يشيلوني من حكم مصر، ده انتوا اللي اخترتوني، ده انتوا مش عارف ايه. بالفعل وقف المصريين بجوار محمد علي وقفت رجاله رضخ السلطان العثماني لاراده المصريين، يعني وافق غصب عنه، وافق على ان محمد علي مش هيتنقل الى ولايه سالونيك، وتم تثبيته على حكم مصر. مين اللي اتقمصت؟ انجلترا. فتدهورت العلاقه بين الدوله العثمانيه وانجلترا. بطلي رغي يا رودينا يا ادري. طيب قال لي يا مستر انجلترا استغلت الفرصه ان العلاقه بينها وبين السلطان العثماني متدهوره، فبعتت حمله فريزر، ودي المشكله الثانيه اللي هتقابل محمد علي. حمله فريزر يا مستر بقياده واحد اسمه فريزر جايه على مصر. ايه اسبابك يا ايه اسباب الحمله الانجليزيه دي؟ 1 احتلال مصر، 2 طرد وعزل محمد علي، 3 تعيين محمد بيك الالفي واليا على مصر عشان يطمنوا على مصالحهم الاقتصاديه في المنطقه. جات الحمله ووصلت اسكندريه، لقوا اهالي ايه؟ رشيد وحماد وقفوا وقفه رجاله وقدروا يهزموا الحمله الانجليزيه ديت وياخدوا منهم اسرى. طب يا مستر ايه اللي حصل؟ محمد علي كان وصل، راح للقائد فريزر، يا فريزر خير يا صاحبي، شويه مصريين جامدين اخدوا منك اسرى حرب، انا عندي ليك عرض، انت تاخد بعضك وتلف وترجع تاني على بلدك عشان الاهلي بيوجع، وانا اديك ايه؟ الاسرى بتوعك يا عم. وبالفعل فشلت حمله فريزر ورجعت على مصر. طب وبعدين دخل محمد علي اسكندريه منتصرا. ادي كده تاني مشكله اتحلت. تالت مشكله الزعامه الشعبيه. هو انا كل ما اجي اخد قرار ارجع لهم؟ كل ما اجي اخد مش عارف ايه؟ قال لك بس انا لازم اتخلص من الزعامه الشعبيه المتمثله في عمر مكرم. بس يا حبيبي، بس يا بابا، المتمثله في عمر مكرم. تعمل ايه في عمر مكرم؟ تعمل ايه؟ اقتله؟ هيقولوا محمد علي ده شرير. طب اعزله؟ ما فيش سبب اعزله بيه، انا هستنى الوقت المناسب واتصرف مع عمر مكرم. بالفعل الوقت المناسب جه. ايه اللي حصل؟ عمر مكرم بدات الزعامه الشعبيه يختلفوا على مكانته، ناس عايزاه يبقى هو الزعيم وناس لا. فالناس اللي لا دول راحوا يشتكوا لمحمد علي، فمحمد علي استغل الفرصه
يا جدعان عمر مكرم ده نقيب الاشراف، لا مش عايزينه. يا اخوانا عمر مكرم ده زعيم الثوره، مش عايزينه. عمر يا مكرم، تم عزلك من نقابه الاشراف، انت بقيت انسان عادي. وعشان لو هتقعد لي هنا هتقعد هنا وتعمل لي نوش، هتقعد هنا وتعمل لي نوش، انا اوديك دمياط تاكل. خلاص بقى، هوديك دمياط تاكل مشبك. فتم نفي عمر مكرم الى دمياط 1809. فاضل مين؟ المماليك. المماليك. ده بقى انا مش طايقكم من ساعه ما جيتوا اصلا، انتوا شويه مماليك عاملين فوضى وقلق من ساعه ما جيت انا البلد ديت. انا لازم اتخلص منكم يا مماليك. نتيجة على البلد. اولا شالهم من كل المناصب العليا. ثانيا بدأ يمشي وراهم في كل مكان ويلحقهم في كل مكان. ثالثا عزمهم على عيد ميلاده بسبب انتصاراته في حروب الوهابية، او عشان عيد ميلاده. ايه اللي حصل؟ محمد علي عزم المماليك في القلعة ودبر لهم مكيدة وهي مذبحة القلعة، وقتل المماليك كلهم ما عدا واحد اسمه أمين بيك هرب. وهنا محمد علي تخلص من المماليك وبقى ماسك حكم مصر. وقفت، بقى ماسك حكم مصر وبقى عنده حكم مطلق على مصر. انا بس اللي بسيطر على مصر. طب نعمل ايه يا عم محمد علي؟ ندوس بقى على اللي على يساوي كده يا شباب. بعد البريك هنكمل اخر درس معانا، محمد علي وبناء مصر الحديثه او الدوله الحديثه على النسق الاوروبي. قال لي يا مستر محمد علي بعد ما استقل بحكم مصر، بدأ عايز يعمل امبراطوريه كبيره، فعايز يعمل مصر ديت دوله متقدمه زي النسق الاوروبي. طب حلو، نعمل ايه يا محمد يا علي؟ قال لي يا مستر اولا الاقتصاد متدمر. خلاص يا حبيبي، الاقتصاد متدمر، نعمل ايه؟ هو الاقتصاد هو مين ده؟ زراعه، صناعه، تجاره. يلا نصلح الاقتصاد. هتعمل ايه؟ قال لي اولا هصلح الزراعه واطبق عليها نظام اسمه نظام الاحتكار، والصناعه والتجاره. طب يلا بينا نعرف يعني ايه نظام الاحتكار اصلا. هو نظام ممثل في الحكومه العثمانيه او السلطان العثماني اللي هو الحكومه المصريه اللي هو محمد علي. بيعمل ايه بقى محمد علي؟ بيحدد نوع الغلات التي تزرع ونوع المنتجات التي تصنع وتحديد ثمن شرائها وتحديد ثمن بيعها. هيعمل كل حاجه. طب يا عم علي هو انت عايز تطبق نظام الاحتكار ده ليه؟ قال لي عشان ينافس بالسلع بتاعته الدول الاوروبيه والاسواق الاوروبيه. طب حلو، يلا بينا ننفذ الاحتكار. قال لي لا استنى، نطور الزراعه والصناعه والتجاره الاول. قلت له طب هتطور الزراعه ازاي؟ جمع الفلاحين. يا فلاحين مشاكلكم ايه في الزراعه عشان نبقى زراعه متقدمه؟ مستر محمد علي عاملين نظام الالتزام يا باشا، وبياخدوا مننا ضرايب قد كده. بس واحد، الغاء نظام الالتزام، وكمان توزيع اراضي على الفلاحين بتاعتكم. ايام حق الانتفاع ما كانش ليك التصرف فيها، لا دلوقتي تتصرف فيها بس ما تتورث. طب حلو ده. وبعدين هندخل انواع جديده من المحاصيل الزراعيه، وندخل الات جديده للزراعه، وكمان هنمد الفلاحين بكل ما يلزم للزراعه. طب حلو، وهنعمل مدارس زراعيه. جميل، وهنجيب خبرات من الخارج تعلم الفلاحين هنا. ده حلو قوي ده. طب مشروعات الري ما تزعلش، هعمل ترعه المحموديه وقناطر كتير على نهر النيل، اهمهم القناطر الخيريه. زراعه تمام، زراعه فله 100 100. يلا نطبق الاحتكار. خير يا عم فلاحين، انتوا هتزرعوا المحاصيل اللي انا هحددها، فحدد انواع الغلات التي تزرع. ماشي، وهشتريها منكم وهبيعها بالثمن اللي انا هحدده، فحدد ثمن شرائها وبيعها. ادي كده طبق الاحتكار على الزراعه وازدهرت. طب حلو، الصناعه بايظه، تعال نظبطها الاول. هتعمل ايه؟ هعمل مصانع الغزل والنسيج، الورق والسكر. طب والمصانع دي مين هيشغلها؟ اما جمع الصيبه اللي في الشوارع، العيال اللي بتشرب ميه بملح دول بيشربوا سفن،
جمعهم ووداهم المصانع اشتغلوا فيها فاصبحت بمثابه مدارس زراعيه واعطاهم اجور رمزيه. حلو، الصناعه اتظبطت 100 100. يلا نطبق الاحتكار على الصناعه. خدها شويه صناعيه هنا. انا مش هخليك تشتري حاجه، انا هديك الماده الخام انت تصنع. وهاخدها منك واحدد الثمن اللي انا هاخدها اشتري منك بيها. فطبق الاحتكار على الصناعه فازدهرت. التجاره خير يا عم، تعال نطورها. فاهتم بالطرق ويعني اهتم بالتجاره وفتح اسواق تجاره جديده بقى في البحر الاحمر، وعمل التجاره ازدهرت خاصه بسبب ازدهار الزراعه والصناعه، وكان في استقرار. طب حلو ده، يلا نطبق الاحتكار على التجاره. يلا نطبق الاحتكار. اولا جمع كل المحاصيل الغذائيه والمصنوعات والانتاج الصناعي وحطهم في مخازن الدوله. ثانيا يلا هنبيع للتجار الاجانب في مصر، ونبيع في الخارج لصالح الحكومه المصريه، وهنحتكر تجاره الواردات ان مفيش حد هيشتري من الخارج الا الحكومه المصريه. طبقت الاحتكار على التجاره اصدارت 100 100. بس فاضل حاجه، المحاصيل الزراعيه وكل الزراعه والصناعه والتجاره دول محتاجين نقل ومواصلات عشان ننقل من الاراضي الزراعيه نوديها الاسواق. بس انا هطور النقل والمواصلات. هتعمل ايه؟ هطور الطرق البريه والبحريه، وهعمل اسطول بحري، وهفتح طرق جديده، وهقضي على القراصنه اللي في البحر الاحمر، وطهر البحر الاحمر من القراصنه. وكمان هشق ترع ليه؟ قال لك عشان هنمشي فيها تجاره برضه. فعمل النقل والمواصلات، فالحاله الاقتصاديه انتعشت، ازدهرت. حلو قوي. بسبب الاحتكار اللي عمله دوت في طبقات اجتماعيه ظهرت وطبقات اجتماعيه اختفت. المماليك اختفت كأسرة حاكمة والزعامة الشعبية كقوة حاكمة، حل محلهم أسرة محمد علي. الزعامة الشعبية مكانتها تدهورت. التجار اختفت، بدأ يظهر لنا ناس جديدة زي طبقة البدو اللي هم كانوا بيعملوا حياة تنقل وترحال، بدأوا ظهروا كطبقة مستقرة. وكمان نقباء الطوائف وطوائف الحرف قال يا مستر بقوا وسطاء للحكومة، والأعيان ظهرت اللي معاهم فلوس. طيب ادي الحياة الاجتماعية. نعمل ايه تاني؟ نعمل التعليم. فاتتني دي، لازم اهتم بالتعليم. هتعمل ايه يا محمد علي؟ ههتم بالتعليم. لماذا؟ ليه يا محمد علي هتهتم بالتعليم؟ عشان سببين: بحاجة إلى متعلمين لسد عجز المصالح الحكومية، وبحاجة إلى فنيين ومتخصصين لسد حاجة الجيش والأسطول. عشان كده اهتميت بالتعليم؟ أيوه. طب اهتميت بالتعليم ازاي يا محمد علي؟ قال لي عملت 4 حاجات. عملت مدارس، مدرسة الزراعة والطب والمهندس خانة وغيرها. بعت بعثات للخارج. بقول لك ايه يا علي يا مبارك؟ بقول لك ايه، رفع الطهطاوي عندكم طلعه هعلمكم في امريكا. فبعت بعثات للخارج للتعليم هناك ويجوا يشاركوا في النهضه العلميه في مصر، وكان من اشهرهم علي مبارك رفاعة الطهطاوي. مش بس كده، ده استخدم خبرات من الخارج. يعني علماء جم يعملوا ايه؟ درسوا في المدارس العليا اللي هي الجامعات، وكمان ساهموا في حركه الترجمه. طب حلو، فاضل حاجه، مش المدارس دي عايزه كتب؟ هنعمل كتب. عملت ايه؟ قال لي عمل المطابع الامريه. اوعى تنسى في حي حلو قوي. عمل المطابع الامريه في حي ابو لاء. هتطبع يا محمد علي؟ هطبع الكتب المدرسيه، وهطبع الكتب الادبيه والفنيه، الروايات بقى والجو ده. وكمان يا مستر هعمل صحيفه الوقائع المصريه. قلت له تمام كده، التعليم بقى تمام يا محمد علي؟ قال لي كده التعليم بقى تمام، بس للاسف كل اللي انا عملته دوت اكتشفت ان ملهوش قيمه مادام مفيش جيش قوي يدافع عننا. فانا لازم اعمل جيش قوي عشان نبقى بلد قويه. دخلت على اليوتيوب وقمت كاتب، او دخلت الشات جي بي تي كتبت له كيفيه عمل جيش قوي، لقيت النتائج نزلت.
ايه؟ يبقى عندك ضباط وعساكر واللي هي جنود، ويبقى عندك اسطول بحري قوي عسكري، ترسانه بحريه، ويبقى عندك اسلحه، ترسانه اسلحه. قلت لهم طب يلا بينا نطبق الكلام ده. اولا عمل مدرسه للضباط في اسوان لتدريبهم، وجاب لهم خبرات عسكريه من الخارج. الكولونيل سيف احد ضباط نابليون عنده خبرات كبيره جدا. كده ظبطنا الضباط. الجنود بص كده على المصريين لهم يعني شويه فلاحين. لا 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 السودانيين شكلكم جامد وجسم وبتاع، العيال اللي بتروح الجيم دي. احنا هنجند السودانيين. يعني جند السودانيين لهم فراخ بيضة، لهم عيال توتو، لهم عيال يعني عيال من ايجيبت، مش من عيال نايتي. فاضطر يجند المصريين الفلاحين دول. ايه اللي حصل؟ اثبتوا كفاءتهم في ميادين القتال، وكان اثبتوا ان هم بيطيعوا الاوامر العسكريه والالتزام في التدريبات. والله كنت مغشوش فيكم يا مصريين، سامحوني. كنت فاكركم شويه فلاحين بس طلعتوا رجاله. حلو، عملنا الجنود. طيب فاضل لي الاسطول الحربي، سفن وعليها اسلحه نحارب بيها، ترسانه بحريه حربيه. هتعملها محمد علي. قال لي والله انا بفكر اصنع السفن دي. في الاول عملتها في بولاق، بعد كده نقلتها لاسكندريه. طب السفن دي مين اللي هيشتغل عليها؟ البحاره والجنود. فدربت البحاره ودربت الجنود، عملت الاسطول الحربي. فاضل لي ايه؟ فاكرين انا عملت عيد ميلادي فين؟ في القلعه. فعمل ترسانه اسلحه في القلعه، وبدا يعمل حصون وقلاع على جميع حدود مصر خاصه في اسكندريه. وكده محمد علي بقى عنده جيش قوي. مين اللي سمع خبر؟ بس قبل ما نروح للسلطان العثماني هنشوف التقسيم السياسي. محمد علي قسم مصر سياسيا ازاي؟ اولا قسمها ل7 مديريات، على رأسهم حكومة مركزية مركزها القاهرة. أنشأ مجالس زي مجلس المشورة والديوان العالي. طيب وعمل ايه كمان؟ أصدر لائحة سنة 1837. بدل ما كانوا 7 مديريات عملهم 7 دواوين، يعني وزارات، وحدد اختصاصاتها. انت وزارة الزراعة، انت ديوان التعليم، انت ديوان مش عارف ايه. طيب حلو كده عرفنا النظام السياسي. نخش بقى على محمد علي وعلاقته بالسلطان العثماني. السلطان العثماني لقينا مين؟ السلطان اللي فكروا بيا، اللي فكروا بيا ده. يا سلطان عثمان خير. ايه؟ سمعت اللي انا عملت جيش قوي؟ لا ده انت سامعك تقيل، اللي قال لك كده كذاب. ما عملت جيش قوي ولا حاجه. يا عم لا بهزر يا عم معاك. ايوه فعلا عملت جيش قوي، وعملت ظباط، وعملت لهم مدرسه في اسوان، وجندت السودانيين ما نفعوش، جبت المصريين ونفعوا، وعملت اسطول بحري قوي، ويعني بص ظبطت الدنيا وعملت ترسانه اسلحه. خير عايز ايه؟ ايه؟ يا سلطان في ايه؟ انت كده طلباتك كترت. خلاص يا سيدي، يعني انت عايزني اطلع اعمل حروب في شبه الجزيره العربيه بسبب ان في هناك حركه وهابيه بتهدد حكمك هناك؟ ماشي يا عم ماشي خلاص، اقفل بقى، انت هتصاحبني اقفل. بالفعل محمد علي طلع يعمل حروب الوهابيه او حروب شبه الجزيره العربيه. ليه؟ بما تفسر بسبب ان الحركات الوهابيه بتهدد نفوذ الدوله العثمانيه على شبه الجزيره العربيه. النتائج محمد علي طلع طخ طخ طخ، قضى على الحركات الوهابيه وسيطر هو على شبه الجزيره العربيه. يا سلطان انا سيطرت لك على الحركات الوهابيه تمام، بس بقول لك خلاص انا مسيطر، انا على ما تقلقش شبه الجزيره العربيه معايا في امان يعني. تمام طيب اقفل. تمام سلام. 1820 لقينا محمد علي عمال يبص كده في الجنوب. الارض اللي هناك دي، الارض اللي هناك دي بتاعت مين؟ قالوا له بتاعت مش بتاعت حد. يعني لو رحت هناك مش هلاقي حد؟ قالوا له لا، بس اذا انا هضم السودان يا جدعان. ودي كانت برغبه محمد علي. فضم محمد علي السودان. رحنا سالناه خد يا كينج، هو انت بما تفسر هتضم السودان ليه؟ قال لي بص بقى عشان من الاخر
عشان احقق مكاسب سياسيه واقتصاديه وعسكريه. قلت له طب حلو، ده السبب. طب ما النتائج المترتبه على ان انت ضميت السودان؟ قال لي بص، اولا انشات مدينه جديده اسمها الخرطوم اللي هي العاصمه دلوقتي. ثانيا اكتشفت منابع النيل. ثالثا امتد النفوذ المصري فين؟ في جنوب السودان. ادي دول 3 نتائج لضم السودان. فقعدت في امان الله بس نسيطر على مصر والسودان، وبقى هستغل السودان بقى وكلام من ده. التليفون بيرن، الو، كنسل يا عم عليه، قول له نايم، قول له نايم، قول له السلطان العثماني يا ابني، قول له السلطان العثماني انا نايم نايم نايم، قول له بابا نايم بابا نايم. بيقول عايز اروح. عايزني؟ اصحى بابا. ايه يا سلطان يا عثماني؟ خير؟ ايه؟ انت اتجننت؟ سوري انا اسف، اصل انا حته ولي عندك، انا اسف، بس انت بتطلب مني حاجه صعبه قوي يا سلطان. اروح احارب في بلدي في اليونان؟ بقول لك ايه، طز في اليونان، انا عايز اعمل امبراطوريه كبيره. يلا بينا على اليونان، يلا بينا. طلع محمد علي على اليونان، دخل عشان يقضي على ثورات المورة في اليونان. بالفعل محمد علي دخل يحارب في اليونان، وللأسف تدمر الأسطول بتاع محمد علي في معركة نافارين 1827. مالها المعركة ديت؟ تدمر الأسطول المصري بتاع محمد علي. كده محمد علي قاعد يعيط، قال لك لا، بس النتائج في النهاية كانت في صالح محمد علي. ازاي؟ الأسطول بتاعه اتدمر. مستر، أولا كان معدي هناك كده لقى حتة جزيرة اسمها كريت، سيطر عليها. ثانيا محمد علي قاعد كده لقى التليفون التاني بيرن، مش ده التليفون الأوروبي. ايه مين؟ الأوروبيين؟ لا والله فكروني بنفسكم، مش فاكركم يعني. مين يعني؟ فكرني بنفسك كده، انت حاكم انجلترا وفرنسا؟ حبيبي، خير، عايز ايه؟ ايه؟ قلت ليه؟ مش فاكرك والله. ايه؟ عايزين تتفاوضوا معايا عشان اوقف الحروب اللي في اليونان ديت؟ عشان وبالمقابل يعني ان ناخد جزيره كريت. طب عرفت السلطان العثماني بالكلام ده؟ قالوا له لا. قلت لهم طب تمام، طز فيه، ده راجل اصلا راجل بق بتاع فرمانات على الفاضي، سلام. اللي حصل يا مستر ان محمد علي رغم ان الاسطول بتاعه اتدمر الا انه سيطر على جزيره كريت وعلو مكانه مصر بين الدول الاوروبيه. ليه؟ لان الدول الاوروبيه جت تفاوضت مع محمد علي على وقف الحرب في اليونان دون الرجوع للسلطان العثماني. من هنا السلطان العثماني ايه في ايه؟ وانا هفا ولا ايه؟ تروحوا تتفاوضوا مع حته ولي عندي من غير ما ترجعوا لي؟ قال له انت هفا. ايوه انت هفا. وجم تفاوضوا معايا. من هنا تدهورت علاقه محمد علي بالسلطان العثماني، وتبلورت فكره الانعزال والانفصال عن الدوله العثمانيه. طب اعمل ايه؟ انا جات لي الفكره من ضمن نتائج حروب اليونان، الفكره جات لي، هيطبقها هنعرف دلوقتي. فمحمد علي قعد. ايه اللي حصل يا محمد يا علي؟ قاعد الراجل السلطان العثماني دوت راجل عظمته كبرت وبدأ يخرف، انا لازم اروح احاربه. محمد علي طلع يحارب السلطان العثماني نفسه في حروب الشام. محمد علي انت طلعت تحاربه ليه؟ قال لي اولا عشان خلاص انا عايز اشيل فكره، يعني بقى خلاص فكره الانفصال عن الدوله العثمانيه انا دلوقتي رايح انفذها. الانفصال عن الدوله العثمانيه خاصه بعد تدهور العلاقه بيني وبين السلطان العثماني. طب حلو، النتائج يا محمد علي وصلت قواته الى حتى نهر الفرات، وسيطر على الشام وهزم السلطان العثماني وكسبه. محمد علي واقف كده، معايا مصر والسودان والشام شبه جزيرة عربية وكريت. شكلك هتعمل الامبراطورية يا محمد يا علي، والسمكة وايه؟ والزهر هيلعب يا محمد يا علي. محمد علي جاله اخبار ان الدول الاوروبيه تجمعت واتصل على السلطان العثماني. مين اللي بيتصل؟ الاوروبيين دلوقتي. يا سلطان يا حيوان، مش قلنا لك شيل محمد علي من حكم مصر
وهات محمد بيك الالفي، وانت رضخت لاراده الشعب. اشرب يا كلب. دلوقتي محمد علي شال نفوذك من على الشام وهزمك في الحرب وحاربك وكسبك كمان عشان انت راجل هفا. اسمع، احنا هنعمل معاهده اسمها معاهده لندن 1840، والمعاهده ديت هتيجي تقعد فيها زي الكلب ما نسمعش صوتك. يلا باي من غير سلام. اتصل لي يا ابني على محمد علي. الو محمد علي يا حبيبي، معاك الدول الاوروبيه. سجل رقمي بقى، خلاص بقى سجل رقم، بقينا حبايب بقى. طيب ماشي يا محمد علي، مستنيينك في لندن الساعه 12. حلو. الدول الاوروبيه هتعمل معاهده لندن بسبب ان هي ادركت خطوره محمد علي على التوازن الدولي وهزيمته للسلطان العثماني. حته والي يتخانق مع السلطان بتاعه، ده الوالي ده شكله ايه؟ دماغه سواحات. طب حلو. شروط المعاهده. يا محمد علي جيت. اتفضل اتفضل، ما تتكلمش حبيب. اقعد ولا حبيبه بتقعد. بص يا محمد علي، احنا دلوقتي كلنا متجمعين في الخير دايما. فاكر الحمله الفرنسيه؟ اتجمعنا عليها وطلعناها قفاهم يأمر عيش. اسمع الشروط بتاعتنا. اولا احنا هنثبتك على حكم مصر، وباقي الاراضي التانية ترجعها للسلطان العثماني، الشام والحجاز. 2 هتعلن خضوعك للسلطان العثماني وترجع كلب عنده. محمد علي قاعد كده، قاعد يبص لهم. طبعا انا شجاع وما بخافش، بس الكتره بتغلب الشجاعه. انا مضطر اوافق يا جماعه، موافق على معاهده لندن، بس يا سلطان عثماني عندك واحده، زعلان منك. انت طلبت مني حروب زي حروب اليونان، حاربت بلدي من اجلك، وحاربت في الحركه الوهابيه في شبه الجزيره العربيه من اجلك، وانت دلوقتي جاي تتفق مع الاوروبيين عليا. عندك واحده. خلصت المعاهده 1840. بعدها بسنه 1841 لقينا السلطان العثماني واقف كده. يا ابن الميه فرمان، خير يا ابن المجنونه. محمد علي، مصر هتبقى ليك انت وعيالك بالوراثه، خدها بالورث. اصبح حكم مصر بالوراثه من بعد محمد علي لاكبر ابنائه من الذكور. قال له لا، انا لسه سحلان منك. عندك نص خلاص. قال له بس اسمع، بس تعالى يا عم اصالحك. عارف السودان اللي انت بصيت عليها كده وقلت بتاعت مين؟ روح يا عم هنخليك والي على السودان كمان. مرضي؟ قال له هو ده الحاج اسماعيل اللي انا اعرفه. 100 وبدأ محمد علي يسيطر على مصر والسودان بس. ومن هنا محمد علي هيكبر، فهيجي ابنائه ولاد محمد علي هيجوا لنا في الوحده الثانيه ويعرفونا ازاي ان ما تخافش من العبيطه، خاف من خلفتها. هنشوف خلفه محمد علي عامله ايه، ونشوفكم الحصه الجايه. بس اقعد اقفلي بقى، اقفلي.